بقى والسكشن ومش عارف ايه، تيجي على سنه ثانيه سنه ثالثه يا عم الله يصحيني بدري المحاضره ما فاكر، نروح على السكشن ايه يعني؟ وبعدين نغيب سكشن هيحصل ايه يعني؟ حاجه بتضر حاجه بقى. بس يعني بصراحه بقى ايه بيعجبني قوي وانا مثلا في سنه ثالثه كده وبتامل الناس الجديده اللي داخله بتوع اولى. العيال بيبان عليهم ان هم سنه اولى. العيال داخله يعني باين عليهم الصدمه من اول اسبوع. يعني انا فاكره مره واحده معرفتي كانت في سنه اولى، جت بعد اول اسبوع كده لقيتها ماشيه في الكليه مصدقت ايه، تقول لي مارينا تعالي عايزاكي. تتلفت حواليها البنت مروشه تقول يا بنت انت ما تتكلمي، انت عايزه انت هتخطفيني ولا في ايه؟ ما تتكلمي. قالت لي مارينا انا عايزه اهرب. ترى احنا جايبينك سجن القناطر، تهربي فين؟ تهربي فين؟ لا هي البنت مصدومه عندها حق يعني، بس بيني وبينكم الصدمه الاكبر مش في الدراسه، الصدمه الاكبر بقى في الشغلانه نفسها، او اول يوم تدريب ليك في صيدليه على اللي بتشوفه. يا لهوي يا جماعه، والله انا بحس ان احنا كصيادله احنا مش دكاتره واقفين في اجزخان. انا بحس ان الصيدلي ده شيخ حاره في منطقته، شيخ حاره في منطقته والله. يعني الرايح والجاي ازيك يا دكتور مش عارف ايه، واللي تجي لي تقول لي ازيك يا دكتوره شفتي ام محمد عملت ايه؟ انا مالي النهارده ايه اللي حصل في الحاره ولا نيله ايه ولا عملوا ايه؟ وبعدين بيني وبينكم بقى في نوعيات كده بتخش لك الامتحانات تبقى انت يعني عايز قاموس عشان تتعامل معاه، المفروض يدرسوها لك في كليه صيدله. ما تعرفش الناس دي مخها متركب ازاي. يعني انا فاكره مره وانا واقفه اتدرب في حد جه للدكتور اللي معايا قال له والله يا دكتور بس عايزينك في خير. قال له خير؟ قال له هو انت في دواء اديته لنا من يومين ثلاثه كده، انا مش عارف الدواء ده ماله بس هو الواد مش عارف يبلعه يعني. قال له دواء ايه ده وريني كده. فالدكتور اللي معايا بص في الدواء وبعدين لقيته فتح بقه وقال له يا نهار اسود هو انت اديتها له في بقه؟ يعني نعمل ايه تاني؟ كلكم بقى اكتر حاجه بتغيظني فعلا الناس اللي تبقى لسه متعرفه عليك جديد وتعرف ان انت في كليه صيدله، يقول لك ايوه بقى يا عم، ايوه بقى في صيدله، ايوه بقى ايه؟ والله العظيم لو شفت اللي انا بشوفه شهر هتدور على اقرب بحر ترمي نفسك فيه. يعني ليه حق ولا ماليش حق؟ لا مالكيش حق. يعني يكفي ان مثلا ممكن المعيد يبقى واقف كده يقول لك ايه اللي هتعمله في السكشن، يقول لك يا جماعه احنا النهارده هنشتغل التجربه دي بس خلي بالك مثلا انت في المعمل الماده دي ممكن تفرقع فيك، خلي بالك الماده دي ممكن تجيب سرطان. بس هو بيبقى خايف على نفسه وعليك اصلا وهو بيقول الكلمه دي. بس ما تخافوش ربنا هيسترها، ربنا يسترها تعالى. ربنا يسترها ايه؟ هو دور سخونيه هيجي لي اخد انتبيوتيك؟ انت بتتكلم ازاي يعني؟ ده انا فاكره مره على باب معمل شفت موقف انا ما انساهوش لحد دلوقتي. اتنين زمايلنا واحد اسمه علي وواحد اسمه احمد. علي ده كان المفروض ايه، هو الواد من اللي سمع ان هو هيعمله في السكشن هو خايف يخش اساسا والناس بيشدوا فيه من بره، واحمد صاحبه ده واقف له بره. فعلي ده ايه ماسك في احمد صاحبه ده من بره يقول له احمد انا مش عايز اخش يا احمد خليني اقعد معاك قلبي مقبوض يا احمد. والتاني يقول له ما تخافش يا علي خش يا بطل، الدفعه كلها وراك، الدفعه كلها وراك، احنا رايحين نعدي خط بارليف، الدفعه كلها ايه هو؟ هو بيني وبينكم يعني تعديل خط بارليف اسهل من دخول سكشن صيدله، بس مش هنتكلم في الموضوع ده. وبعدين الاخ علي بقى ايقن ان هو خلاص داخل السكشن مفيش مفر يعني، فراح قال له احمد قول لابويا وامي يا اما ارجع لكم سليم يا اما ارجع ملفوف في البلطو بتاعي يا احمد. فاحمد بقى ايه يعني عارفين لحظه الوداع بين الابطال ديت، راح حط ايده على كتفه وقال له ما تخافش انت من الاطباء الصيادله يا علي، خش تحس ان احنا بنتفرج على فيلم رضا قلبي مش داخلين سكشن.